مدرب ليفربول يعلق على فرصة صلاح المهدرة. هذا ما قلته لنفسي. قال المدير الفني لليفربول أرني سلوت إن نجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح أثبت أنه من البشر بإهداره فرصة محققة خلال خسارة الفريق 2-3 أمام مضيفه برايتون في وقت متأخر من مساء الاثنين ضمن المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبينما كان ليفربول متقدما 2-1 في النتيجة على برايتون، سنحت لصلاح فرصة ذهبية لتسجيل هدفه رقم 29 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في مباراته رقم 400 مع الفريق الأحمر بمختلف المسابقة. تفاجأ صلاح الذي تواجد على بعد خطوات قليلة للغاية أمام المرمى مباشرة، الجميع بعدما سدد الكرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 54 ليأتي عقاب برايتون الذي أحرز هدفين بواسطة لاعبيه البديلين كاورو ميتوما وجاك هينشلود في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. ولم تؤثر النتيجة في تتويج ليفربول بلقبه 20 في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتربع على قمة الترتيب برصيد 83 نقطة قبل خوض المرحلة الختامية للمسابقة العريقة، لكنه حصد نقطة وحيدة فقط من لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة، وتحديدا منذ حسمه اللقب في 27 من أبريل الماضي.